طريق بيدخلك من باب الحلم ويطلعك على المجهول. السبب الحقيقي سماسرة، مش أفراد، عصابة كاملة، ناس بتشتغل من ليبيا وبتقفل موبايلات وبترد بدل اللي سافر، وبتساوم أهالي غلابة على أمل الرجوع أو حتى معرفة المصير. أهالي بيحكوا إنهم حاولوا يتواصلوا بعد يومين، بس اللي رد ما كانش ابنهم، كان واحد من العصابة، والتهديد فلوس، مبالغ بتوصل من 200,000 ل 250,000 جنيه، مش علشان تنقذ ولا علشان ترجع، لكن علشان تسكت. وده مش سفر، ده ابتزاز. واحد من اللي سافروا كان دايما يقول: أنا مسافر علشان أأمن مستقبل ولادي. جملة نسمعها كتير، بس الحقيقة المؤلمة